من رمضان وبالتحديد من داخل المعهد التكنولوجي العالي الذي يحتفل ويضم ويشارك كيانات الدولة المختلفة منها اتحاد الإذاعة والتلفزيون واتحاد الإذاعات الآسيوية، ومشاركة بناءة لتقديم بطولة رائعة لبطولة سنوية وأيضا دولية، وهي بطولة الروبيكون التي ترعاها وزارة التعليم العالي وأيضا وزارة الإعلام المصرية. تعالوا معنا أعزائي المشاهدين نتعرف على هذه البطولة ونشارك مع الطلاب فرحتهم وأحزانهم في الوصول للقمة، أحلام إلى السفر إلى تايلاند لتمثيل مصر على مستوى العالم أمام عدد كبير من الدول المشاركة. ابقوا معنا وتابعونا أعزائي المشاهدين وهذه الحلقة الجديدة من برنامجنا من الجامعة. قدامنا يا مصر تحدي كبير، عايزين في بلدنا يزيد الخير. قدامنا يا مصر تحدي كبير، خلينا ايد واحدة، عايزين في بلدنا يزيد الخير بالعزم والهمة. قدامنا يا مصر تحدي كبير، خلينا ايد واحدة، عايزين في بلدنا يزيد الخير بالعزم والهمة. اتعب واعمل كل اللي عليك، تعبك هتشوفه خير بعينيك، كل ده في الاخر فايدة ليك. بص لبعيد، اثبت يا شباب يلا وجودك، بلدك محتاجة لمجهودك، دي مصانع فتحت علشانك، فرصك بتزيد. قدامنا يا مصر تحدي كبير، خلينا ايد واحدة، عايزين في بلدنا يزيد الخير بالعزم والهمة. نبدأ ونأسس بالتعليم، يطلع جيل واعي وفكره سليم، هيفيدنا ويطلع بينا كمان خطوة لقدام. دورك هيسهل لينا كتير، وثقافتك طبعا ليها تأثير، هتشرف بلدك في العالم وفي أي مكان. بيسعدنا أن نلتقي بالدكتور محمد أحمدين، رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة ورئيس شركة CNE التابعة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك، كل سنه وانتم طيبين، ودايما نلقاكم في مناسبات سعيده زي كده ان شاء الله. التلفزيون المصري النهارده بيقدم شيء جميل وجديد، ويدعم دائما الابداع والفكر والتقنيه، ويدعو دائما الى الاستزاده من العلوم، ويمكن دي رسالته المستمره. الهدف معاليك من اقامه هذه البطوله والرعايه الكامله من داخل اتحاد الاذاعه والتلفزيون. هو الهدف تشجيع الابتكارات العلميه لدى الشباب، وخصوصا طلبه الجامعات اللي بنعتبرهم هم دول مستقبل الوطن، وهم دول اللي هيرفعوا اسم مصر دايما عالي في المجالات التكنولوجيه والمجالات العلميه. وكل سنه ان شاء الله بنشوفوا، وانتم معانا بتشوفوا ان في دايما تطوير جديد في المسابقه. ومع صعوبه المسابقه، وانا كنت مشفق ان ما حدش يشترك السنه دي لانها صعبه جدا، ما شاء الله لقيت الشباب المصري الواعد اشترك وبجهده الذاتي بدون دعم شركات زي الدول الخارجيه ما بيحصل معاها، ان دايما الشباب بيدعموا شركات. للاسف عندنا في مصر الشباب بيجتهدوا بمجهوداتهم الخاصه وبامكانياتهم الخاصه، وبتشوفوا الابتكارات اللي شفتوها النهارده. فانا يعني انا سعيد جدا بهؤلاء الشباب، وسعيد جدا بمشاركتهم. وان شاء الله لو ربنا كرمنا وقدرنا ندعم هؤلاء الشباب من خلال الشركات الخاصه او من خلال المؤسسات او جماعات المجتمع المدني، اعتقد ان احنا هنشوف 10 مرات احسن من اللي احنا شايفينه دلوقتي. احنا عاوزين وقف مالي يا فندم، كل يساهم فيه يبقى وقف لكل بطولاتنا اللي بتمثل مصر في الخارج. نتعشم ونعتبر دي دعوه للجمعيات العمل المدني والمؤسسات انها تدعم هؤلاء الشباب. دكتور محمدين، بنقول لك اولا الف مبروك على درجه الدكتوراه، وعاوزين نتعرف على موضوع هذه الرساله. الموضوع الرساله كان عن تطوير البرامج العلميه في اتحاد الاذاعه والتلفزيون، ودورها في تنميه الوعي البيئي لدى الشباب. هل هناك في اتحاد الإذاعة والتلفزيون فكر في إقامة مسابقات للقارة الإفريقية؟ احنا عارفين طبعا اتحاد الإذاعات الآسيوية ومصر بتشارك معاه، ومصر من 2002 وهي بتدعم هذه البطولة. اسمح لي، هل يمكن أن تقدم الإذاعة والتلفزيون جانب يتصل بالقارة الأفريقية، خصوصا أنها بعدت في الفترة التي أعقبت الثورة قليلا ويمكن قبلها كمان بكثير؟ اسمح لي، هل هذا الدور يمكن أن تلعبه أو يقدمه الإذاعة والتلفزيون؟ هي مصر الحمد لله يعني بتنتشر في القارة الآسيوية
وبتفكر بجديه من بعد تولي الرئيس السيسي ان احنا نستعيد دورنا الوطني في افريقيا والقومي في افريقيا. وانا شايف ان دي فرصه عظيمه جدا. احنا لنا بعثات اعلاميه ولنا تمثيل اعلامي في كل السفارات موجود في افريقيا، وبتعشى من الفتره الجايه ان شاء الله ان يبقى في مسابقات على هذا النحو مع اتحاد اذاعات الافريقيه اللي احنا كمصر مشتركين منتجات يا فندم بقى اللي بننتجها مصر والاتحاد الافريقي. طبعا دكتور محمد قول لي اسمع، يعني في هذه الفتره احنا شفنا وقيمنا اداء الشباب والجامعات، والنهارده هيحتل المركز الاول احد هؤلاء المتفوقين ويسافر يمثل مصر. الاداء الخاص بكليات الهندسه على مستوى مصر والمشاركه الفعاله، ايه رايك فيها؟ وهل الشباب قدموا بالفعل جديد ولا لسه قدامهم طريق طويل شويه عشان يتفوقوا اكثر واكثر؟ انا زي ما قلت لحضرتك انا منبهر بالشباب اللي شارك المره دي، لان فعلا المسابقه السنه دي مستواها التكنولوجي عالي جدا، مستواها راقي جدا في الافكار التكنولوجيه. بتمنى ان الشباب المصري ان شاء الله لو لقى دعم كويس زي ما قلت لك هيطلع حاجات احسن بكتير، واللي هم اذا كان بامكانياتهم الذاتيه دي هيوصلوا للمسابقه الدوليه ان شاء الله في تايلاند السنه دي، ويا رب يحققوا مركز كويس. اللي انا شفته النهارده بقول ان هو يعني ما شاء الله يعني حاجه مشرفه للشباب المصري. اتمنى ان في شركات ومؤسسات عمل مدني تدعم هؤلاء الشباب علشان نطلع مستوى احسن باذن الله. نبدأ مع حضراتكم فعاليات المسابقة، والمشارك فيها عدد 12 فريق من جامعات مختلفة: حلوان، اسكندرية، أسوان، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس، والمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان. ويقوم بالتحكيم في هذه المسابقة السادة أستاذ دكتور يحيى هنداوي، أستاذ دكتور أسيد سيد، أستاذ دكتور أحمد بهجت. والآن مع بداية المسابقة تبدأ المسابقة. الفريق الأول ماستر مايند اوبريتور حسن رأفت لبيب. رقم 2 فريق انفينيتي اوبريتور محمد صالح، حمدي أشرف، محمد طارق.
بيسعدنا أعزائي المشاهدين أن نلتقي بالأستاذ الدكتور علي النجار رئيس قسم الهندسة الميكانيكية بمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان. أهلا وسهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. نقول لحضرتك ألف مبروك على هذه البطولة. احنا نشكرك اولا، احنا بنبارك على الحدث، لكن البطوله لسه. احنا لسه بننظمها. ايوه. دكتور علي النجار، اسمح لي، هنا المعهد العالي التكنولوجي بالعاشر من رمضان بيقدم رعاية تقريبا شبه كاملة لعدد كبير من الفرق مستضافة اليوم. قول لي أولا كم فرقة بيتم استضافتها، وإزاي تم استقبال هذا العدد من الفرق وتسكينها والتعامل معها؟ والحقيقه انه احنا عندنا 3 فرق تابعه للمعهد، مضافا اليهم 9 فرق اخرى من جهات اخرى بيشاركوا في المسابقه. احنا بنرعى طبعا اولادنا والفرق بتاعتنا من السنه اللي فاتت، من المسابقه الماضيه، ولكن الضيوف اللي عندنا ضيوف من يوم الثلاث اللي فات، وهم ضيوفنا هنا في الملعب بتاع المسابقه، وبيعملوا التجارب الاستعدادات الاخيره للمسابقه ان شاء الله اللي هتتم حالا دلوقتي. الإقامة هنا للفرق إقامة كاملة يا فندم ولا بيحصل إيه؟ لا، هو ما فيش إقامة، هو إقامة للأجهزة فقط، يعني للأجهزة. الطلبة المفروض بيجروا كل التجارب بتاعتهم والتجهيزات لبداية البطولة. بالظبط كده يا فندم. دكتور، قول لي بالنسبة لفريقكم النهارده كم فريق بيشارك من ضمن ما يشارك هذا المعهد في البطولة؟ كم فريق تقريبا؟ احنا عندنا 3 فرق من اللي بيمثلوا المعهد، بالإضافة إلى 6 فرق من جامعة حلوان، وفرقة واحدة من جامعة أسوان، وفرقة من جامعة اسكندرية، وفرقة من المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس. يبقى مجموع الفرق المداخلة للمسابقة 12، منهم 3 من المعهد التكنولوجيا العالي من 10 مرات. اختيار هذه الفرق ازاي تم وازاي تم تشكيلها؟ لا، هما الطلبة هما اللي بيختاروا نفسهم، لأن ده عمل طلابي بحت وخارج الأجندة التعليمية نهائي. هو الطلبة بتنقي بعضها، بيتجمعوا كمجموعات بتحب انها تشتغل مع بعضها، بيعملوا فريق متجانس فيه عناصر كتير، من مبرمجين لمنفذين يعني كل واحد بيقوم بدور بيهم، ومنهم قائد للفريق. ونرجو ان هم يعني الاداء بتاعهم والبرفورمانس بتاعهم يبقى يعني متاح للناس كلها ويشوفوه، ونتمنى ان هم يزودوا التاريخ بتاع المعهد الجميل الخاص بالمسابقه، لانه احنا لسه هنسال حضرتك اخبارهم ايه، نفسيتهم، الجانب التقنيه، الالات والمعدات. انا عارف طبعا المعهد التكنولوجي العالي للعاشر من رمضان بيوفر طلابه الكثير من هذه الادوات والالات. الحقيقه والله انه الطلبه بتدفع كتير، الطلبه بتقوم بهذا العمل المفروض انه تطوعي من عندهم، ولكن المعهد بيقدم لهم دعم بالتاكيد، دعم في شكل بعض الايكويبمنتس اللي بتبقى صعب الحصول عليها، هناك دعم معنوي ايضا، هناك دعم لوجستي في مخزن خاص بيهم وملعب خاص بيهم، والمعهد هو اللي بيقوم بكل هذا الدور على نفقة المعهد. انما هم متحمسين جدا الحقيقة، واعتقد انه فرصتهم جيدة، ربنا ييسر لهم ان شاء الله، وباذن الله يعني يرفعوا راس المعهد ان شاء الله. حضرتك رئيس قسم الهندسه الميكانيكيه، طبعا هذا القسم بيوفر بامكاناته وبخبراته الكثير من العطاءات والدعم للثلاث فرق المشاركه النهارده في هذه البطوله. اسمح لي عن القسم بالتحديد، وحضرتك يمكن رئيس القسم وايضا المسؤول عن المجموعه الخاصه بتقديم كل الدعم الفني واللوجستي للطلاب وايضا الفرق المساهمه. قل لي كيف تمنح او منح القسم كامل رعايته واهتمامه بهذه الفرق الثلاث؟ المسابقه زي ما قلت لحضرتك هي تطوعيه بشكل كامل وكلها نشاط طلابي، لكن احنا بنعمل بنخصص دكتور مشرف او 2 دكاتره مشرفين على الفرق المشاركه،
وعندهم معيد بيساعدهم في في الأعمال التنفيذية كلها والإدارية. والحقيقة أنا بنتهز هذه الفرصة وأشكر كل الطاقم اللي اشتغل معاهم، سواء فازوا بالمسابقة أو لم يفوزوا بالمسابقة. الطاقم اللي اشتغل معاهم الحقيقة بشكر الدكتور حلمي الجندي، بشكر الدكتورة غادة السواح، بشكر المهندس محمد عادل. الحقيقة لم يبخلوا بأي جهد في صالح الفرقة اللي مشاركة من عندنا، وأنا أتمنى أنه الثلاث فرق تفوز إن شاء الله. الفريق الواحد بيتكون من 3 أفراد ومشرف. لا الفريق كطلبة، لا الطلبة عدد مفتوح، انما اللي بيسافر 3. فريق الاشراف من عندنا هو 2 دكاترة وواحد معيد. لكن الطلبة اللي بيسافر بعد كده ان شاء الله للخارج بيسافر عددهم كام تقريبا؟ لا الفرقة بحالها.
بيسعدنا أعزائي المشاهدين أن نلتقي بالأستاذ دكتور حسنين خليل، أستاذ القوى الميكانيكية وهندسة السيارات بمعهد التكنولوجيا العالي بالعاشر من رمضان. أهلا وسهلا بك يا فندم. اهلا بيك يا فندم، الحمد لله على بنقول السلامه. لحضرتك ألف مبروك طبعا على إقامة هذه البطولة على أرض هذا المعهد. شيء مشرف جدا، والمعهد بيحظى يعني شرف كبير انه ينظم هذه البطوله، وهو نظمها قبل كده كذا مره، يعني مش 2005 و2008 و2011، وكان حصل على مراكز مرموقه جدا في هذا السباق الجميل. دكتور حسنين، اسمح لي حضرتك من ضمن المشاركين بالدعم الفني والدعم المعرفي والتكنولوجي وكل ما هو يقدم حتى النفسي لطلاب المشاركين في هذا السباق. قل لي ماذا عن هذا الدعم، وايه اللي بيميز طلابنا طلاب المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان عن غيرها من الكليات والمعاهد سواء كانت خاصة او الحكومية؟ وطبعا بالنسبه لجميع الكليات وجميع المعاهد، طبعا دي يعني أروقة علمية لتنمية مهارات أبنائنا عموما في التعليم، ولكن المعهد الحقيقة بيتميز بأنه لبنة علمية محترمة جدا ما بين المعاهد الخاصة والطلاب. الحقيقة يعني في الطالب اللي عايز يكون مهندس بمعنى الكلمة يستطيع، لأن المعهد بإمكانياته العلمية والاستاف اللي فيه كل الوسائل اللي هي لتنمية مهارات الطلاب موجودة، هو متفوق فيها. معامل عندنا على أعلى مستوى، هيئة تدريس إذ لم يكون حتى متوفرين في المعهد، فبنستعين بخبرات جميلة جدا من بره من الكليات والمعاهد الأخرى. يعني أنا شايف إنه الدعم لأبنائنا الطلاب مفتوح، بس الطالب هو بقى اللي يعني ينتهز هذه الفرصة في السنوات اللي موجود فيها. وبعدين احنا التعليم بتاعنا بنظام الكريدت اورز، يعني بسم الله ما شاء الله الطالب المجتهد والكلام ده ممكن يخلص في قبل الفترة اللي يعني المقرر، مش 5 سنوات زي اي حاجة، لا هو ممكن يخلص قبل كده بمجهوده بتعبه. يعني ده شيء جميل جدا جدا، وبيوفر للطالب حاجات ربما تكون مش متوفرة في الأماكن الحكومية التانية. فهذا كله يعتبر، أنا بعتبره دعم، يعني نظام التعليم نفسه في المعهد، ونظام يعني حرص الطالب الحريص على نفسه، بيجده إن هو بيأثر مدته ويأثر وقته ويطلع متفوق إن شاء الله. أهم نوع من أنواع الدعم اللي قدم لهذا الفرق الثلاثة اللي خرجت من المعهد التكنولوجي العالي في العاشر من رمضان، أهمها إيه؟ الدعم العلمي. طبعا الدعم العلمي، وبعدين احنا جايين، يعني انا جاي النهارده دعم نفسي لابناء الطلاب، لان في طلاب انا درست لهم في الطلاب دي. انا صحيح مش متخصص في الميكاترونكس، لكن يعني الموقف والمسابقه جعلتني ان انا اجي واشارك كدعم نفسي لابناء الطلاب اللي انا درست لهم قبل كده في المعهد هنا. وانا عضو في قسم الميكانيك، لكن قسم الميكاترونكس جنبنا واحنا زملاء وبنتعاون مع بعض. قسم الميكانيكا اللي بيقدمه شايفه مهم جدا في هذا السباق. احنا بنتكلم في 2 روبوت، واحد آلي والتاني يعني اوتوماتيك، او يعني هنا توجيه يدوي والتاني بيمشي عادي اوتوماتيك، يعني بالشكل ما فيش فرق بين الاثنين. هو ده مجرد انها بروجرامز يمكن استخدامها في شكل برنامج، بشكل برنامج، انما كله مجهود الطلاب. الميكانيكا هنا تقع فين يا فندم؟ الميكانيكا في ميكانيكا السيارات، بنتكلم على الحركه نفسها. لا، ميكانيكا السيارات، انا يعني المعهد هنا في قسم ميكانيكا بيدرس بعض علوم عامة في الميكانيكا. أنا بدرس هنا علوم ميكانيكا، يعني القوة والمحركات الميكانيكية في القسم ده كدعم للميكانيكا عموما. ما يخص هنا المسابقة، أنا أقصد بما يخص المسابقة. ما يخص المسابقة طبعا، يعني العمليات من أول ما بنتعلم ماشينينج ازاي الطلاب يستخدموا ادوات الماشينينج، الفك والتركيب والمسامير، الريفتس، المسامير، كل الحاجات دي هي عباره عن تدريبات من اول ما بيخش الطالب بيخش المسابقه دي بعد 2 أو 3 من بدايه تعليمه، من بدايه تدريبه، من بدايه التحاقه بالمعهد. فبيكون افكاره في
يعني العلوم الاساسيه للميكانيكا والميكاترونكس تبلورت في دماغه، فيبدا يعمل مشروع زي اللي حضرتك بتشوفه النهارده، واللي يعني بياخد فيه يعني مجهود كبير جدا. الاولاد هنا بقى لهم 3-4 ايام نايمين مقيمين هنا، وكانه قاعد في البيت، قاعد عمال يصلح ويجرب ويصلح ويجرب ويصلح ويجرب لحد ما يصل الى التوب او يعني عشان يقدر يجتاز هذه المسابقه، ومسابقه جميله جدا يعني. ان شاء الله بالتوفيق لابنائنا يعني ان شاء الله. دكتور اسمح لي، ماذا يهم الطالب من هذه المسابقة وما هو العائد الفعلي عليه؟ 3 فرق، عدد كبير من الطلاب بيحلموا انه يكونوا مشاركين، عدد منضم للفرق بشكل كبير. ايه هي الفايدة العلمية والمعرفية والخبرات ايضا اللي بتعود على الطالب من وجهة نظرك؟ طبعا فايدة كبيرة جدا، يعني يكون الطالب يتبارى مع طلاب تانيين وموجودين ويطلع احسن ما عنده، ويسأل ويعني يبني روبوت زي كده ويشغله والكلام ده. دي طبعا خبرة ما بعدها وتفيده في الحياة. وبعدين هو روح المنافسة دي مهمة جدا، يعني روح المنافسة بين الطلاب وروح المنافسة بين اللي هيبقوا مهندسين إن شاء الله، دي بتحط في قرارة نفسه ويفضل منافس على طول. يعني الطلاب دول هيكونوا متميزين جدا، انهم حريصين على الكلام ده، مجموعة متميزة كين انها يعني تحرص على مستوى معين، فكر معين. ده ما يجيش بسهولة، ده بيجي بإصرار من الطالب، وكون ان هو حريص على المنافسة. دي طبعا عظيمة جدا. دكتور، السوق المصري يمكن في عدد كبير من الأجهزة الخاصة، المواتير الخاصة هناك. ده بينمي المسابقة دي بتنمي الطالب على انه يبتكر لان يصنع بايديه اي تو زد. بالظبط يعني على الاقل يشارك، لان دائما وابدا العمل الهندسي بيعتمد على التيم وورك، مش يعني شغل الفردي ده الى حد ما بيبقاش في الهندسه قوي، انما التيم وورك مهم جدا. طالب لما يشارك ويشتغلوا في تيم وورك مع بعض وكده بيتعود على انه يشتغل في تيم وورك. اليابانيين اساس شغلهم هو التيم وورك. لكن لو كل حاجه عملها بايديه وقت هيبقى كبير قوي، هو بيحتاج الى بعض الاشياء المجمعه يبدا هو يركبها في فكره وابتكاره. الاجزاء الالكترونيه او القطع الغير الالكترونيه دلوقتي حلت مشاكل كتير جدا. يعني علم الميكانيكا يعني تقريبا تشبع بحثا، انما الالكترونكس اضافت على العلم الميكانيكا حاجات جميله جدا، ومكنت الناس ان هي مننا تطور اشياء ما كناش نحلم بيها ولا نشوفها. النهارده بنشوف روبوتس، يعني بيستطيع الروبوت انه يعمل اعمال في المنزل، يعمل لك شاي، يقابل حد، يفتح الباب، هذا الكلام. ولو ان له خطورة، يعني الذكاء الاصطناعي او الذكاء الصناعي هيبقى يعني له مخاطر كبيرة جدا في المستقبل، لانه ممكن يتغلب على الذكاء البشري ده بعد فترة معينة، لان يعني هذا الكلام له مخاطر، والناس يعني اقرت بهذا الكلام كتير. لكن الى حد ما دلوقتي هو نوع من زيادة المعرفة، زيادة الابتكار. الطالب بيستطيع انه ينمي قدراته المهارية، قدراته في التصنيع، قدراته في برضه بالعمل كنتورك او كتعاون، ويعني اقول ايه، تنافس ومشاركة بينه وبين الطلاب.
بيسعدنا أعزائي المشاهدين أن نلتقي بالأستاذة جيهان فتحي مدير العلاقات العامة بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان. أهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. بنقول لحضرتك ألف مبروك طبعا على هذه التجهيزات وهذا الاستعداد، وبنقول إيه اللي تم من خلال العلاقات العامة في تنظيم هذا الملتقى أو هذه البطولة الدولية المفروض تعقد إن شاء الله في الخارج. والله احنا بنقدم لابنائنا الطلاب كل الدعم بالنسبه للمسابقه دي، لان المسابقه بالنسبه لنا دي حدث كبير جدا، والمعهد دايما بيسعى ان هو ياخد فيها ادوار عالميه، واحنا خدنا سنه 2005 مستوى اول على العالم في اليابان مع اليابان واحنا يعني بنقدم كل الدعم المادي والمعنوي والمساعدات والتنظيم للطلبه ان هم يوصلوا لاحسن المراكز ان شاء الله. اسمحي لي، يعني ايه التحدي اللي انتم بتقوموا بيه النهارده في تنظيم هذه الفرق ال 15 تقريبا او ال 12 فريق اللي بيشاركوا؟ كم فريق تقريبا؟ احنا معانا 12 فريق, 12 فريق. 5 جامعات: جامعه الزقازيق، جامعه اسكندريه، جامعه حلوان، المعهد بتاعنا طبعا معهد التكنولوجي بالتجمع الخامس، واحنا سعداء بوجودهم معانا وسعداء بوجود الاذاعه والتلفزيون معانا، واحنا بنعد لليوم ده بقالنا فتره كبيره من تجهيزات ودعم مادي ودعم معنوي وتدريبات للطلبه، ونتمنى ان اليوم يبقى جميل وان المعهد يحقق مراكز كويسه ان شاء الله. زي اتصالات بالجامعات والمعاهد المشاركه معاكم هنا والفرق، قولي لي كان في نوع من الصعوبه وازاي بيتم استقبالهم وازاي بيتم التعامل معهم؟ والله احنا طبعا استقبلنا الجامعات هنا بالنسبه للبنات والبنين، وقمنا بتسكينهم في سكن الخاص من معهد الطلبه بالنسبه للبنات او للبنين. إقامة كاملة حضرتك يا أستاذة؟ إقامة كاملة، هم بايتين في السكن عندنا هنا، بالنسبة للبنات في سكن البنات والبنين في سكن البنات في سكن البنين، والحمد لله يعني المسابقة إن شاء الله هتتم بشكل كويس وربنا يوفقهم كلهم يا رب. يا رب. أمانة النهاردة إيه بالنسبة للعلاقات العامة نحققه؟ هل هي إقامة بطولة محلية ناجحة قوي، ولا الفريق الثلاث فرق اللي بتمثل المعهد هم يكونوا الأوائل وده يمكن الدعم الأكتر ليهم؟ والله احنا نتمنى طبعا ان احنا ناخد مركز اول، بس املنا ان كلهم يعني يبقى الاداء جيد، ده اللي يهمنا ان الاداء جيد لكل الفرق ان شاء الله، وربنا يوفق كل الناس ان شاء الله. برجاء الابتعاد عن ساحة المسابقة.
جماعه لو سمحتوا نبعد عن التراك. النهارده اعزائي المشاهدين معانا اثنين مصطفى، معانا مصطفى عرفات ومعانا مصطفى محمود، والاثنين من فريق واحد من فريق الفاروق اللي بيمثل هذا المعهد الكبير، المعهد التكنولوجي العالي في العاشر من رمضان. اهلا وسهلا بيك يا مصطفى. اهلا بحضرتك. مصطفى ايه بقى؟ مصطفى محمود. اهلا وسهلا بيك. مصطفى اهلا وسهلا بيك. مصطفى ايه؟ مصطفى عرفات. مصطفى عرفة؟ عرفات. اهلا وسهلا بيك. مصطفى محمود، قول لي النهارده يمكن الفريق فريق الفاروق، ويمكن هو حقق نجاحات كبيره جدا في البطولات السابقه، ويمكن خرج ومثل مصر في الخارج في عده دول عالميه. قول لي النهارده بيعني ايه السباق بالنسبه لكم وانتم من اعضاء الفريق؟ حضرتك المسابقه دي بالنسبه لنا روح وحياه. حضرتك احنا كنا عايشين فيها بقالنا 3 شهور متواصلين ما بننامش، تمام، شغالين شغل متواصل، اجتهاد، تمام، تيم وورك، كل واحد بيعمل حاجه، كل واحد مسؤول عن حاجه، بننزل بنتفق مع بعض هنعمل ايه يا جماعه. فهي المسابقه لدرجه ان احنا حضرتك كنا بننام بنحلم بالمسابقه يعني، تمام. فهي المسابقه بالنسبه لنا عباره عن حلم، تمام، واحنا باذن الله هدفنا اللي احنا نوصل ونمثل مصر بره ان شاء الله، تمام، عشان خاطر اولا اسمنا، ثانيا عشان خاطر اسم مصر. انت اول مره تشارك مع الفريق؟ شاركت السنه اللي فاتت يا فندم، بس كنا داخلين باسم فريق جديد. فريق تاني. وكان ايه الاخبار؟ وصلتوا لايه؟ السنه اللي فاتت كنا واخدين احسن ابتكار، تمام، بس احنا ما خدناش بطوله عشان خاطر هي كانت جيم، كنا بنلعب كره ريشه، تمام، فكانت مكسب وخساره. لكن السنه دي هو تاسك هنعمله ان شاء الله، فول تاسك ان شاء الله. ان شاء الله. مصطفى عرفات، انتوا مش بس مصطفيين لكن كمان تيشيرتين واحدين والزي واحد. قول لي ازاي بيمثل ايه بالنسبه لكم؟ ازاي بيمثل ان اللي يشوفنا احنا في الملعب ويشوف الروبوتات، يشوف اسم العاشر ويشوف اسم الفاروق، حاجه بتدي هيبه يعني. اللوجو ده مين اللي صممه؟ انتوا اللي صممتوه؟ طالب معانا. طالب معانا في العاشر. بيديكوا احساس طبعا بالوحده وبالاصرار وبالعزيمه. اكيد. تابعنا معكم أعزائي المشاهدين من خلال هذه الحلقة هذا السباق المحموم لشباب مصر الرائع في 12 فريق مصري متميز من طلاب وطالبات كليات الهندسة في مصر الحبيبة للوصول إلى المرتبة الأولى لتمثيل مصر في تايلاند إن شاء الله على المستوى العالمي في سباق الريبكون. سعدنا بكم أعزائي الشباب، ونرجو أن نكون قد أسعدناكم على وعد بلقاء جديد وحلقة قادمة. لكم من ألف تحية وإلى اللقاء.